ميناء جديد افتتح اليوم رسميا بمدينة بوجدور، حوض بحري رحب يستقبل إلى جانب قوارب الصيد التقليدي سفن الصيد الساحلي، فقد تكلفة إنشائه وتجهيزه 400 مليون درهم. الصيد التقليدي كانوا كيعانوا من مشاكل سابقة من ناحية الدخول والخروج. دابا ملي تواجد الميناء كانت الحمد لله تيسرت، خاص يتعطى ترقيم وينعطاو رخص الصيد الساحلي للإقليم وغتستافد الإقليم. الحمد لله كل شيء كيتوفر فيها بخير وعلى خير، فيها مارشي ممتاز وفيها رصيف ممتاز وفيها جميع المواصفات. انا عجبتني هذه المرسى هذه بزاف، كنتمنى تكون بداية خير لمنطقة بوجدور. بهذا الميناء أيضا سوق كبير لبيع الأسماك شيد وفق معايير دولية على مساحة 2400 متر مربع بتكلفة 29 مليون درهم. مشروع مندمج كما شفنا، كاين الحمد لله واحد الوحدة ديال التصنيع ديال الثلج، وكاين كذلك لاهال دو بواسون باش الصيادة الوقت اللي كيصيدوا يلقاو السوق يعني عنقوب، وكاين كذلك وحدة ديال التسيير يعني البلاستيك لي كونت الصناديق ديال البلاستيك. سوق السمك الذي يندرج في او يعد من اسواق الجيل الجديد من اسواق السمك، والتي رؤي في انشائه استجابه لجميع معايير الجوده المعمول بها على المستوى العالمي. ميناء حديث سيعزز القطب المينائي الجنوبي لبلادنا والممتد من طنطان إلى الداخلة في انتظار انطلاق الأشغال بالمنطقة الصناعية المحاذية لهذا المشروع.